طبعا برحب بكل الساده
وبصحابي وصحباتي وكلنا شباب زي بعض. طبعا انا اتقابلت معاكم قبل كده في الجامعه اكتر من كذا مره، وقلت لكم ان المؤتمر النهارده مش كدعايه للاستاذ محمد طه. المؤتمر النهارده هو عايز يقرب من كل الشباب في اسماعيليه، عشان اول ما يبتدي يعمل حاجه وباذن الله يكون هو النائب عننا، كلنا نكون قريبين منه. كلنا لما نحتاج له في اي حاجه كلنا نجيله ونتكلم معاه، لان هو مش نائب بس، هو ابونا كلنا، هو حبيبنا، هو اخونا، هو صديقنا، هو كل حاجه. فكلنا دلوقتي لما هيبتدي المؤتمر باذن الله، اي حد عنده اي سؤال، اي حاجه، اي كلام، طبعا كلنا هنتكلم معاه. الاجابه غايب، هو اللي هيتكلم معاكم وهو اللي هيشارك معاكم. وميرسي طبعا ليكم كلكم ان انتوا نورتونا. الحضور الكرام، أهالي ومواطنين الإسماعيلية الشرفاء، يسعدنا في هذا اللقاء أن نلتقي في وجود والسادة الأفاضل والضيوف الكرام، وعلى رأسهم السيد الأستاذ محمد طه عبد القادر، والسيد الأستاذ محمد شطع، والسادة الحضور الكرام في مؤتمر
ترشيح السادة الأفاضل الأستاذ محمد طه عبد القادر والأستاذ محمد شطا، الأول لمجلس الشعب فئات مستقل، الرجل الذي أجمع عليه الرأي العام والشارع الإسماعيلي، وبجواره أيضا الأستاذ محمد شطا وفقهم الله. ولنبدأ كلمتنا. الحضور الكرام، أهالي محافظة الإسماعيلية الشرفاء، ما أسعد أن يجد المرء نفسه بين أهله وعشيرته، والابتسامة وروح التفاؤل تعدو وجوه الجميع. فها هو الأستاذ محمد طه عبد القادر بين أبناء الوطن الواحد، لما لهم من مكانة عظيمة وكبيرة داخل قلبه. إن مدينة الإسماعيلية المعشوقة بأهلها في كل مكان قد عاد إليها ابنكم وأخيكم وأب الأجيال الناشئة، المواطن المصري الإسماعيلي البسيط، بعد غربة أعوام قضاها خارج مصر طالبا الرزق الحلال، وبعد أن تحققت كل الغايات ومن الله عليه وعلى مصر بكثير من النعم ومضى به العمر، أراد أن يكون الباقي من عمره لأهله وعشيرته داخل محافظة الإسماعيلية ردا للجميع. ونحن على يقين تام أن الذي يأمل في الخير لأهل بلده سوف يعطيه الله الأكثر ويوافقه. إنه لم يأتي إلى مصر طالبا مكان شخصية أو بحثا عن ذات أو مال، ولكنه أتى إلى مصر وإليكم ماددا يداه ليضعها في أيديكم كي نسير جميعا على طريق الإصلاح. فإن وفقه الله فسوف يكون جنديا من جنود مصر البواسل الذين سوف يأتي بهم الشعب المصري الواعي العريق ليمنحوا الخير ويحققوا الطموحات بإذن الله لهذه الأمة والتي عاشت على أمل طوق النجاة منذ عهود طويلة. إن مصر اليوم وغدا أفضل بكثير إن شاء الله من مصر الأمس القريب. فمصر مليئة بالخيرات والثروات، وأكثر ثرواتها هي سواعد أبنائها الأطفال الذين رفضوا الذل والاستعباد وأطاحوا بأكبر نظام فاسد ترعرع في مصر على مدار 30 عاما. فتحية لهذا الشعب العريق، وتحية لروح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة اسم مصر عاليا. فكلنا مصريون مسلمون ومسيحيون، لا تجمعنا إلا روح المحبة والإخوة والتي عاصرناها منذ آلاف السنين. فمصر معنى للسيد المسيح عليه السلام من الله، ومصر عمرو بن العاص، ومصر الأزهر الشريف. فدعونا نعيش على وحدة التاريخ، وحدة الهلال مع الطريق. فربيع الحرية قد أتى، وظلام عصر الفساد قد ولى ومضى. فنحن الآن على أبواب جني ثمار الحرية من شجرة مصر الصابرة. صبرت على الألم والصبر طال بيكي، يوم الجروح والألم والحزن عاش فيكي، سنين وأيام على أمل حد يداويكي. زادت جروحك وآلامك ولا حد حاسس بيكي. صبرة يمكن تلاقي حد يخفف دمعك، ولا بكلمة إذن تلقي الوليد سمعك. زاد الجفا ضاع الوفا من أهلك ومن ناسك، داسوا عليك حكامك ورموك حراسك، نسوا فضلك نسوا خيرك، نسوا صدر الحزين نيلك. حطوا الهدف كان الشعوب مصيوب، حتى الرغيف أكل الفقير سقطوه. ردوا الجميل رد الخسيس للخير، فتحوا السجون زكوا الشريف على الغير. وانت واقفة بتنظري يمكن يحنوا عليكي، والله لو في خشة كانوا باسوا ايديكي شريانين اصلهم واحد من اعلى بلاد النوبة.
للشعوب واحد. انفرادوا بسطوا الخير من دمياط لرشيد، خلوا زمام الخير يرسم لنا سجادة مرة نصلي عليها نحصد ثمار أراضيها وهي راضية بتدي وبتشكر الرحمن. الظلم زاد، الظلم زاد والفقر زاد والفجوة وسعت قوي، خلت ولادك يخرجوا اللي من صلبك ومن طيبك، شالوا حاجز الخوف حطموا زنادينك، عدوا في وسط الرصاص فجروا براكينك، على كل قلب اسود أسى على أمه حطوا في ايده الحديد يمكن يعود أمه. بكت الأم على عيالها مرة على اللي ظلم وسنين على اللي مات، شهيد ثورة يناير وأهله في الجنة بإذن مولى كريم يا رب اكتبها لنا، نقول الشهادة فيكي وتعيشي لأبيالنا، يبنوا ثمار الخير مسلم والأفراد على أرض طيبة الغية صلى المسيح والعذراء وأمن ابن العاص أمن جموع الناس وبنوا دور العبادة مسجد ودير كاترين، عاشوا الجميع في أمان من مصر لفلسطين. طب يلا بينا نحرر القدس يا أهل الدين ونقول للصبر عوجي زي الصلاح يا دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأبناء الحدود، أولا تحية للشباب، تحية لأرواح الشهداء، تحية لأرواح الشهداء التي أتاحت لنا الفرصة إلى الإجماع إلى لقائنا هذا. إخوان الحضور، أبناء الشباب، أولا دعونا بإذن الله أن نعبر الجسر إلى حياة نيابية نتمناها جميعا، أن نعيش في وطن حر أسوة بالدول التي طاقت، وإن شاء الله سنعبر الجسر. أولا أنا رجل قانون، بس أحب أن أتحدث لكم باللغة التي نتمناها باللغة. بالنسبة لي أنا، اسمحوا لي أن أتحدث بين أيديكم وأنا جالس من فضلكم. أما عن أنا فأنا محمد طه عبد القادر، أنا محامي ومقيم بالإسماعيلية. فمن هو مرشحكم؟ ومن هو محمد طه عبد القادر؟ إخوان الحدود، من هو مرشحكم الجالس بين أيديكم؟ إخوان الحضور، أنا قدمت من محافظة الشرقية
أنا من مجتمع قروي وهي قرية تنهود في المركز من القمح محافظة الشرقية. أنا جيت الإسماعيلية في عام 76. في ذات الوقت كان عندي 17 سنة. حصلت على الدراسة الإعدادية في بلدي من إحدى ريف مصر، والتحقت بالثانوي العام. ونظرا لحالات الاجتماعية الصعبة التي كنت أعيش فيها في ريف بلدي، لم أتمكن من إكمال تعليمي الثانوي نظرا للظروف التي لم أستطيع أن أصوغ بينكم، فكانت ظروف صعبة جدا. جيت سنة 76 الإسماعيلية نظرا لأنني كنت عندي الإعدادية فما كانتش شهادة يعني. عملت في العمالة العادية في المنطقة التي تدرسون فيها الشيخ زايد، في العمالة العادية أشيل أسمنت ورمل وزارة خالد كذا بالبلدي. التحقت بالثانوي العام منازل في الإسماعيلية سنة 77. ل 79 حصلت على الثانوية العامة بتقدير جيد، بمعنى يعني كنت ممكن أدخل أي كلية سياسية، ولكن نظرا لأنني أمارس تعليم أثناء فترة كنت أعاني منها كل الأمرين، عانيت فيها الأمرين باختصار. تحصلت على الثانوية العامة وأنا أعمل بشركة المكونات العرب بمهنة عامل عادي، والعمالة العادية على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال. وبكل فقر ومن منكم في المكونات العرب قد يسأل عنه. أنا اشتغلت عامل عادي، والمعنى أوضح كنت زي السبراش بغسل عربيات الموظفين. تحصلت على الثانوية العامة وتدرجت إلى العمل الإداري شؤون عاملين وليكن، ثم التحقت بكلية الحقوق وتجاوزت ال4 سنوات وحصلت على ليسانس الحقوق. تدرجت بالشركة إلى أن أعمل في القانون كمحامي بالمكونات العرب لمدة 7 سنوات. ولتكملة مشوار المجازفة اشتغلت بالمحاماة الإسماعيلية لمدة 5 سنوات. المحاماة الحرة استقلت من المكونات العرب سنة 91 وسنة 96 تحصلت على فرصة للعمل إكمالا للمجازفة بالإمارات العربية المتحدة، ونلت فيها ما نلت من أسف وتعب وشقاء. ثم افتقد الله تعالى في الإمارات العربية المتحدة أن أدرت مكتب للمحاماة لمدة 8 سنوات. مارست العمل القضائي كمحامي مشتغل في الإمارات العربية المتحدة، ثم اشتغلت بالتجارة أيضا. وبعدين سنة قبل الثورة ب6 شهور رجعت البلد الحمد لله. حققت الكثير في مجال العمل المهني في الإمارات والعمل التجاري، وحققت نجاحات والحمد لله. قبل الثورة ب6 شهور تقريبا في شهر 7 2010، وبعد الثورة المجيدة 25 يناير في الظروف التي تمر بها البلاد التي نحس بها جميعا الآن، فكرت في الترشيح لمجلس الشعب. الحمد لله فضفت في الترشيح ونلت حب الناس. أنا الحمد لله عندي الكثير، وما معنى الكثير؟ عندي حب الناس
وعندي ما يكفيني أنا وأولادي، مش محتاج من كرسي أي حاجة. كل اللي أنا محتاجه إن شاء الله نعبر الجسر في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. قد قدمت طلب الترشيح لمجلس الشعب، أرجو أن أنال تأييدكم، فإذا وليتموني فأنا بكم، وإذا وليتم من هو أفضل مني فأنا معكم أصفق معكم. ربنا يوفقكم. ننتظر جميع الأذان معذرة الأخوة. النهارده أخوة الحدود في السابق كلنا نعلم ما هو عضو مجلس الشعب في السابق. عضو مجلس الشعب في السابق كان بيختلف النيابة منه. أولا ما فيش إقبال على الصندوق. كما نعلم الصناديق بتتقفل لصالح من اشتري النيابة منه. اللي بيشتري النيابة يا أخوانا ما بيجيبش طلبات لحد، لأنه اشترى بفلوس. حتى تيجي يسأله يقول لك أنا تقول له أنا بشرب مية وحشة، لا بشرب بالسرعة، أنا شاري جات 20 مليون في الكورس دوت، ما بيحققش أي مطالب من مطالب الشعب. احنا النهارده ما ندلناش هنا حاجة غير إن نخدم الناس بس، والله على رسول شيء. المفروض يا اخوانا هو ايه عضو مجلس الشعب؟ عضو مجلس الشعب هو نائب عنكم، انتم اللي وليتوه، فلازم يكون عنده حسن ظنكم، ولازم يحقق مطالبكم قدر الامكان في حدود موارد الدوله. توجيه موارد الدوله الى مصالح الشعب، الى كل مصالح الشعب. اما لو تسالنا عن البرنامج الانتخابي يا اخوانا، البرنامج الانتخابي ده احنا على مر الزمن الماضي سطرت برامج انتخابيه لو قريناها واكيد كلنا شفناها بتحقق كل احلام الشعب. الكلام ده قبل الاختراع، وبعد الاختراع ما تشوفش اي حاجه من الورقه دي. يا اخوانا مجلس الشعب القادم هو مجلس خطير وأمده قصير، كلنا نعلم أنه أجله قصير. المرحلة القادمة هو مجلس الشعب نيابي تعبر عن إرادة الشعب، بمعنى أن الشعب لابد أن يحكم نفسه بنفسه، وذلك عن طريق اختيار النائب الصالح الذي يعبر عن إرادة الشعب. ها هي الديمقراطية. لابد النائب أن يعبر عن إرادة الشعب. بمعنى المفروض أن نائب الشعب يكون عايش في وسط الشعب، يتألم بألمه، يكون عايش في وسطيه، مش يحصل على الإجازة وينسى الناس اللي كان عايش في وسطهم ويدوله صفر. يا اخوانا لازم كل واحد فينا يروح صندوق الانتخاب ويدي بصوته ورا الستاره بعيدا عن اي شيء اخر، الا ان هو اذا اختار فلازم يكون اختار الشخص اللي عنده امانه ويمثله في البرلمان، لان هو البرلمان القادم هو المهمه الاساسيه فيه الخطيره، بعيدا عن اي برامج مسطره، هو اعداد دستور جيد قوي للبلاد. لان زي ما انتم عارفين الدستور ده مش بيتغير كل يوم. الدستور هو اللي بيحدد نظام الحكم في الدوله، وبيحدد النظام الرئاسي في الدوله، ومجلس الشعب هو مهمته الرقابه والتشريع.
هو من أولويات البرلمان والحياة النيابية إنه يكون مجلس نيابي ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب. النهارده يا اخوانا بمفهوم الدولة اللي كلنا نعرفه، النهارده في مرحلة انتقالية صعبة جدا يرأسها المجلس العسكري، وهو بقى مفهوم الدولة. الدولة يا اخوانا الحضور كما نعلم هو اقليم وشعب بيعيش عليه وحكومة. إذا دخلنا في أي واحد من دول إحنا مش عايشين في دولة. مفيش دولة بدون إقليم، مفيش دولة بدون شعب جميل زيكم، مفيش دولة بدون حكومة. فإذا إذا تحقق لنا إعداد دستور جيد وحكومة تقودنا إلى التقدم وننسى الآسى اللي فات. إحنا أكثر من 50 سنة عايشين في الظلمة، عايزين نمشي بقى يا إخواننا في النور شوية. إذا حققت انتخابات فيكم حرة ونزيهة وبحسن الاختيار، صدقوني هو ده أولى أولويات المجلس النيابي القادم. فلازم يكون نوابكم على درجة عالية من الثقافة، على درجة عالية من الإحساس بمواجعكم، وتحقق لكم حياة ديمقراطية سعيدة. ثانيا بالنسبة للبرنامج الانتخابي، اخواني اصحاب الحرف، اصحاب الحرف النهارده الحرف من دول هي ديته اجرته اليوم، ديته اجر اليوم. اذا حصل له شيء مرض او عجز او وفاة منين بتعيشوا بالاسره؟ طب هو لو توفى ده شيء طبيعي، الموت على قبل الاباء. وين الاصول الروح؟ فين اهل الروح اذا كان يعود اهله؟ النهارده ديته وجروده ده كلام مش ينفع. النهارده دول اوروبا والدول المتقدمه في معاش البطاله، في معاش اصحاب الحرف، ذوي الاحتياجات الخاصه. اذا انتهى كل الكلام ده المجتمع هيبقى بالانفلات اللي انتم شايفينه ده. فلازم يكون في نظره لاصحاب الحرف واصحاب الاحتياجات الخاصه. نعم، هو بالنسبه للاسماعيليه وصيبه خاصه. اسماعيليه على خريطه سياحيه معدومه، مفيش فيها حاجه. اسماعيليه كل فيها فندق واحد. يا اخوانا رجل الجو الجميل اللي احنا عايشين في اسماعيليه والشواطئ اللي شايفينها ممكن تبقى بلد سياحيه جميله جدا. احنا كنا عايشين في الامارات جو محدش يتحمله، الرطوبه عاليه، ورغم ذلك دبي معروفه من اقوى الدول، من احسن الدول بالنسبه للسياحه. فاذا وضعنا الاسماعيليه على خريطه السياحه بتوفر فرص عمل كتير لاولاد البلد. خلينا نتكلم في الهيئه والمقاولون العرب كلهم من المحافظات الاخرى، خلاص الناس دي قاعده في مقاعدها ما نقدرش هنعمل لهم ايه، خلاص هم قعدوا. لكن في الجيل اللي جاي ازاي اسماعيليه هتعيش؟ ازاي نقضي على البطاله؟ عندنا كمان الصحه. بعتقد ان كلنا نعلم مستشفيات تلاقي ما تلاقيهاش. تطبيق جرح ده حلم كل فرد عندنا. انا واحد بين حادث في رمضان قبل المغرب ورحت المستشفى ومفيش خير. طب ايه المستشفى ازاي؟ ما كنتش دخلت المستشفى ولا ادنى مستوى من مستويات تطبيق جرح. ازاي هعالج واحد مريض رايح له بيته؟ طوارئ. ما بنتكلمش على الصحه كتير، الصحه في القلوب عندنا مفيش ادنى مستوى من مستويات العنايه بالصحه العامه للمواطن. عندك مستشفى الدكتوراه ابو خليفه، مستشفى الاورام، يمكن كلكم شفتوها على الطريق. مستشفى جاهزه، بنايه جاهزه، اجهزه موجوده. طب نسال بعضنا ليه ما بتشتغلش؟
رغم ان الاعتمادات موجودة. ليه ما بتشتغلش؟ ما حدش من النواب السابقين بيد ما يموت يشتغل. هو شخصيا لو حصل له حاجة انه يتعالج في مستشفى خاص عنده، اختلت النيابة وعمل لنفسه، ما يموتش المواطن البسيط. سواء حتى لو عندك مال، اي مستشفى في اسماعيليه تقدر تدخلها تلبي لك كل احتياجاتك، تدمر لك جرح مفيش. عشان تاخد طياره وتنزل على القاهره يمكن تموت في الطريق. ياخدها المشاكل كتير في اسماعيليه من جهه المرافق من الشغل، ولكن ربنا يولي ما يصلح ان يوجه ارادات الدوله الى ان تعود الى المواطن البسيط، وده حق. تعلموا جميعا الفلوس اللي خرجت من البلد قد ايش؟ ممكن ما نقدرش نقول قد ايه، بس المبالغ كبيره يعني الناس اللي سرقتنا دي احنا خلاص اتسرقنا. طب لما كان استثمارها في مصر وشغل ده وشغل ده وشغل ده، ولكن اختلفها دول متحضره اترفعت بالفسح. يا ريت كانوا قرروا في مصر هنا، وكنت انا واحد من الناس اشتغل عنه. انما النهارده كانوا كل المبالغ اللي خدوها في الخارج بره الناس. كلامه طبعا انا بدعي من ربنا سبحانه وتعالى ان نعبر الجسر. وما معنى الجسر؟ النهارده يا اخوانا احنا في فتره انتقاليه عصيبه، لازم ندي فرصه لانفسنا ان نقيم حياه برلمانيه ديمقراطيه هي الاساس اللي توصلك الى كل ما تتمناه. واخوان الحضور، انا بين ايديكم تحيه لشباب الثوره، تحيه لروح ارواح الشهداء اللي هتبقى الفرصه والله استأذنكم بالله أن نقف دقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة النبي. فضلكم. شكرا لكم. تفضلوا. مين اللي عنده أسئلة معاه؟ مساء الخير. ازيك يا حاج؟ انا مارك. اهلا بيك. كنت عايز اعرف انا كريمتي طول السنين اللي فاتت دي اتهدر حقي وما كانش ليا مشاركه. انت توعدني ان انت لما تخش ما تنتميش لاي تيار ديني ولا اي تيار وتفرض زي ما انت؟ نعم. اخر هذه السؤال يا اخوتي طبعا. ده من اولوياتنا في الحياه القادمه ان شاء الله اعداد دستور قوي لا يفرق عزيزي بين فوائد الشعب. نحن جميعا مصريين، مسلمين او اقباط، عشنا على تراب هذا الوطن، لا فرق بين مسيحي ومسلم. وانا اخوان الحضور انا مستقل على المقعد الفردي، لا انتمي لاي تيار سواء كان ديني او اخر. انا مقعدي مستقل، وبوعد اذا كانت المرحله القادمه أن أعمل جاهلا ألا يكون هناك فرقا بين هذا وذاك، مسيحي أو مسلم، لأننا جميعا مصريين نعيش على أرض هذا الوطن. فإذا كان هناك تفرقة كما تدعى بين مسيحي ومسلم، بعتقد مش هنعرف نعيش على الوطن ده، على أرض الوطن. فإن شاء الله ربنا وفقنا، ومفيش أصلا فرق بين مسيحي ومسلم. تفضل.
السلام عليكم. أنا اسمي دينا فخري، صحفية سكرتيرة تحرير جريدة منظمة. أنا هسأل سؤال بس حضرتك يا ريت ترد عليا بصراحة. المشاكل بتاعت الإسماعيلية مش هي كانت موجودة من قبل الثورة؟ اشمعنى دلوقتي كل واحد بيتكلم عن مشاكل الإسماعيلية بعد الثورة؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال، بعض الناس بتقول اشمعنى حضرتك اخترت رمز القطارة في حملتك الانتخابية؟ ثالث سؤال، استفسار، هل حضرتك معاك بودي جارد بيحموك؟ شكرا. اطلع من الاخر. هنرجع عشان نسمع بعض كلنا؟ نعم. أخت العزيز، مشاكل الإسماعيلية مش من اليوم، احنا عايشين في وسطكم وعارفين كل الكلام ده، ولكن إلى أين في السابق كانت تتوجه إيرادات الدولة؟ هل أحد من النواب كان بيعترف بكم؟ هل أنتم تواصلتم مع النواب السابقين؟ هل ما منكم تواصل مع الآخرين؟ يا إخواننا، الحياة النيابية في السابق كانت على مساوئها. كويس إن إحنا عايشين لغاية دلوقتي. دي حاجة. إن شاء الله إذا كان لي نصيب أجتاز المرحلة دي هتكون من أولويات العمل على تسجيل الصعاب وتوجيه إيرادات المحافظة والدولة إلى تسجيل كثير من المشاكل. فإحنا لو عندنا مشاكل كثيرة، ولكن أنا بقول لكم ربنا يولي من يصلح. كل الناس السابقين قالوا كده، كل الناس السابقين قالوا نفس الكلام، بس إحنا يمكن اتصلنا الموضوع لأن عايزين يكون في برنامج يرفع طلعة الجانب. أنا لو حبيت أعدل هنعمل هي إمكانيات الدولة يا جماعة لو توجهها صح للمواطن هيعيش عيشة غير اللي انتوا عايشينها في كده، وربنا ولا ما يصل. الأخطار يا جماعة دي مش اختياري، يعني الرمز مش من اختيار المرشح، وعلى كل هو رمز لا يمثل المرشح، ولكن هو يعني بالاختيار أثناء الاقتراع. بالنسبة بقى للبودي جارد، أنا مش قاعد مع حد غريب، انتوا أهلي وإخواني وأبنائي. الحمد لله احنا سمعتنا طيبة، وتقدروا تسألوا من هو محمد صالح. انا انام في الشارع ماليش اعداء، هعوز منه ذنب ليه. انا عايز ظروفه في امان، ونتمنى ذلك ان شاء الله. اتفضل. من الاسماعيليه، بس يعتبر جدي زي حضرتك من بره اسماعيليه من الشرقيه برضه. لكن دلوقتي في سؤال محير للناس كلها في الاسماعيليه. الاسماعيلويه الشباب بالذات بقى لنا من ساعه ما قررت عن المدرسه دلوقتي كل خير المحافظه بيطلع من اهل الشرقيه وبين الصور والكلام ده. انا برغم ان انا اسطوري، انا بقول لك انا مثلا جدي يعني جد من الصلاحيه القديمه فهو شرقاوي، ومع ذلك تحصل خناقات ما بيني وما بينه دايما ان انا بقول له انتوا بتيجوا تاخدوا خير البلد، انتوا بتيجوا تاخدوا خير البلد. فهل حضرتك انت بتقول ان انت مواطن شرقاوي اساسا؟ طب ايه اللي انت هتضيفه لشباب الاسماعيليه وهتجيب لهم حقهم في كل الهيئات الحكوميه اللي موجوده، بدءا من القناه، بدءا من الهيئه، بدءا من الكهرباء، بدءا من بعض الهيئات الحكوميه اللي تبع البترول موجوده في الاسماعيليه، كل الناس اللي بيشتغلوا فيها من بره الاسماعيليه، واحنا اخيرا شغالين في الاستثمار. انا معايا بكالوريوس تجاره جاي، معايا كورسات كتيره جدا، اجي اشتغل جدا يقول لك لا اصل معلش والله انتوا مش بتاع شغل، انتوا اسماعيليه مش بتاع شغل، والتنميه حكمت علينا بتاع شغل ومش بتاع شغل. ده بالنسبه للسؤال الاولاني، هي حته الخدمات للشباب الاسماعيليه نفسهم، لان دي اكتر حاجه بتحركنا احنا كشباب. والدليل على ده ان اي حد يعني يمكن هو خط مش في مكانه، بس هي دي الواقع وهي دي الحقيقه. يمكن عشان كده الاسماعيلاوي، الشباب الاسماعيلاوي عنيف جدا، انا قصدي كلمه عنيف جدا في الكوره، عشان المنطقه دي بالذات الناس حاسين دايما ان في عنصريه بجد. اتمنى حضرتك بس يعني تاخد بالك من الحاجات دي عشان دي مهمه جدا. جميل. السؤال الثاني، الاول كان النواب اللي كانوا موجودين كان على 3 دوائر، كان
كل نايب ممكن يقدم الخدمات بتاعته ل 100,000 فرد او حاجه. دلوقتي انت هتبقى النايب على مستوى المحافظه كلها، من اول الانطره باسماعيليه، رابط السوير، بفايد، بالتل الكبير، بكل ضواحي اسماعيليه. فبالتالي هتكون يعتبر الجهد هيكون محتاج اضعاف مضاعفه. ازاي يعني الكلام مش على كل الناس هيكونوا موجودين، ازاي هتقدروا توفروا دوت؟ هل انا سهل جدا مثلا واحد جاي من التل الكبير يجي يقابل حضرتك، واحد جاي من الانطره يقابل حضرتك؟ الموضوع هيبقى يعني احنا مش عارفين نوضح الامور ازاي. فاتمنى بس ان عظيم. سؤالك الأول بيتبنى مسألة فرص العمل ولأبناء الإسماعيلية. سؤالك الأول أخي العزيز بيتبنى فرص العمل لأبناء الإسماعيلية. أولا الإسماعيلية النهارده مش حديث على فرص العمل. الإسماعيلية يا أخي العزيز مؤلفة من شتى المحافظات. يعني لو بصيت الإسماعيلية من 30 سنة فترة الحكم والرئيس المخلوع كان مفيش شغل غير في المقاولين العرب والهيئة والكهرباء زي ما انت بتقول. الناس خلاص قعدت على كراسيها واتعجلت واتسكنت. مش هنقدر نقول لهم امشوا عشان نشغل بتوع الإسماعيلية. ولكن ايه هو الحل؟ النهارده يا اخي انت عندك المنطقة الصناعية في الإسماعيلية. مين راجع عن المنطقة الصناعية في الإسماعيلية؟ هل في منطقة ثانية الصناعية في الإسماعيلية؟ المنطقة الصناعية في الإسماعيلية عبارة عن مساحة من اليابس فيها كم مصنع على صوابع اليد هم اللي بيشتغلوا. محمد اتفضل. المنطقة الصناعية النهارده في الإسماعيلية يعني لا تحظو حظر المناطق الصناعية الأخرى. النهارده بتوجهت إرادات الدولة على تنشيط الاستثمارات وحسب الدستور الجديد تقدر تستثمر رؤوس الأموال توجه استثمارات رؤوس الأموال في المنطقة الصناعية في الإسماعيلية. بتوفر فرص العمل لكميات كبيرة من العاطلين. لكن النهارده انت ما تسألنيش، انا مش في حاجة. النهارده انا واحد بين ايديكم زيكم. ما عنديش نيابة، ما عنديش حصانة، ما عنديش امراض اي حاجة. ان شاء الله اذا اخترت المرحلة بكون اسعى جاهدا الى توفير استثمارات في المحافظة بتوفر فرص العمل لك والغير لأبناء إسماعيلية يعني. فده السؤال الأول. السؤال الثاني يا أخي ان حضرتك انا كنت بقول ان الاول النايب كان بيبقى دايره دايره دايره، دلوقتي انت على مستوى المحافظه كامله. وخلينا افتكرت اقول لك في السابق واحد ما كانش فيه نواب موجودين، كان في 3 دوائر مش دايره واحده. يا جماعه دايره واحده دي شاقه جدا على المرشح. ولكن احنا بالنسبه لنا ان شاء الله في تخطيطي اذا كانت المرحله فلازم يكون في مجلس شعب مصغر في المحافظه، يكون في مجلس شعب مصغر محافظه، ويكون لنا مقر في اسماعيليه بندرس الحالات والمشاكل من خلال الاعضاء اللي هي معينها او نختارها من كل حي من كل مدينه، ونعمل وليكن اجتماع دوري شهري نعرض عليه مطروحات المجلس إلا لبقى الشهر القادم، ونقدر ناخد صوت الأغلبية فيها. يعني لو أنا مع الأغلبية كان به، ولو كنت مع الأقلية فأنا صوتي مع الأغلبية، لأن الصوت مش صوتي لوحدي. يعني أنا صوتي مش صوت شخص هديه، فصوتي قد يصيب وقد يخطئ. فنبدأ المرحلة اللي فاتت يا اخوانا ويكون في شبه مجلس شعب مصغر في المحافظة، ونعرف ايه مشاكل الشباب، ايه المشاكل الاخرى، وايه هي الاطروحات اللي تناقش في المجلس، ونتناولها جميعا ويكون الرأي للأغلبية. وليكن
لنا مقر في اسماعيلية، بنقعد كل شهر نتناقش فيما يدور من مشاكل مع الشباب وأهل الدائرة، ونقدر إن شاء الله نوجه الإرادات إلى تحقيق مطالبهم إن شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك. بالمناسبة دي احنا لسه هنكمل باقي الأسئلة مع بعض، بس تحت رعاية الأستاذ محمد. تحت رعاية الأستاذ محمد طه في يوم 7 و8 ديسمبر من 10 صباحا ل 6 المغرب. المعرض ربع سنوي الأول لتشغيل الشباب بالإسماعيلية. كلكم هتروحوا قصر الثقافة، هيكون معاك صورة المؤهل بتاعك وصورة البطاقة، وفي تقديم أكثر من 1500 شركة هتقدموا فيها الأوراق بتاعتكم، وبإذن الله بالتوفيق ليكم. ده تحت رعاية الأستاذ محمد طه. ميرسي طبعا لحضرتك. الخبر ده أول مرة يسألكم النهارده على فكرة يا جماعة، يوم 7 و8 ديسمبر 1500 وظيفة مع الشركات الراعية. تمام، ميرسي جدا. بس من خلال كلامك قلت ان انت اتولدت بسيط قوي، ويعني ما اعتمدتش على حد، كانت بدايتك ان انت اللي عملت نفسك بس. تفتكر لو انت في الفترة دي اللي انت بتقول عليها، اللي انا اعرفه ان حضرتك من اثرياء البلد، طبعا من الناس اللي هي مش قوي كده يعني ده الحباش يعني. تفتكر شغلة المحاماة تخليك تعمل اللي انت في حضرتك دلوقتي؟ ده اول سؤال. ماشي؟ نعم. السؤال الثاني، حضرتك بتقول بقالك 8 سنين بره، اشمعنى من قبل افتكرت مصر؟ 18 سنة بره. نعم. اشمعنى دلوقتي افتكرت مصر؟ وراجع تعمل ايه لمصر؟ شكرا. السؤال بتاعك طبعا وجيه قوي. انت ما خدتيش بالك وانا بحكي انا درست المحاماه اختي في مصر 7 سنوات، ونظرا للظروف التي تمر بها المهنه حاليا تستاهل. انا سافرت الامارات وأدرت المحاماة من خلال مكتبي في مدينة الشارقة بالإمارات. فهناك فرق بين العمل في المحاماة في الإمارات من حيث كبزنس يعني، وبين العمل في مصر. أنا لما سافرت الإمارات سنة 94 يمكن كان هو نفس الحال في الوقت اللي احنا فيه بالنسبة للمهنة. فطبعا أنا بدأت المحاماة في الإمارات على مدى 10 سنوات. فانت طبعا سؤالك مش واخد بالك، انا يعني ما مارستش المحاماه هنا فتره كبيره يعني. والمحاماه في الامارات تختلف عن المحاماه هنا. السؤال الثاني، انا ليه جيت مصر؟ ومش كل واحد يسافر لانه قاعد بره يعني انا قعدت 17 سنه بره. يعني بالتالي انا كفايه كده ان يعني لازم ارجع بلدي برضه، حتى لو عانيت هناك كتير وجمعت واشتغلت وحققت، لازم برضه في الاخر اجي اعيش وسط اهلي وسط بلدي. بالنسبة لفرص العمل اللي حضرتك قلت في تقديمات بالنسبة للشباب، مع ان معظمهم انا شايف كلهم لسه في كليات، بالنسبة للناس اللي اتخرجت بس الشركات الراعية هتكون فين؟ ده أول سؤال. ده هي شركات الاستثمار، شركات الكاكولا، وبعض الشركات الكشف معاها هنعمل